بتعمل انبادو كل شهر ومش فاهم اي رقم من الورقه، خليك معايا واشرح لك الورقه كلها، ومش بس كده اعرفك كمان سعرات ثباتك كام. بكل بساطه نيجي لاول مربع. اول مربع بيعرفك جسمك ده متكون من ايه. اول خانه بتكون هي الميه، بيعرفك نسبه الميه اللي موجوده في جسمك قد ايه. تاني حاجه وهي البروتين، بيعرفك نسبه البروتين اللي في جسمك قد ايه. تالت حاجه وهي العظام. ورابع حاجه هي الدهون، بيعرفك نسبه الدهون اللي موجوده في جسمك قد ايه. مش عايزك تركز على الوزن الكلي. الوزن الكلي عباره عن الاربع حاجات اللي احنا قلناهم: ميه، وبعدين بروتين، وبعدين عظام، وبعدين نسبة الدهون، وطبعا العضلات. فانت ممكن يكون وزنك ثابت ولكن انت ماشي صح، بتقل دهون وبتزيد عضلات. اول حاجة اللي هتلاقيها في المربع التاني ده وزنك، واحنا قلنا الوزن ملوش اي قيمة. تاني حاجة هي الاس ام ام. يعني ايه اس ام ام؟ اس ام ام يعني سكيلتال ماسل ماس، يعني نسبة العضلات اللي موجودة في جسمك. تالت حاجة بتكون البادي فات، يعني نسبة الدهون اللي موجودة في جسمك. احنا في المربع التالت هنركز على البي بي اف، مش البي ام اي. البي ام اي يعني بادي ماس اندكس، يعني مؤشر كتلة الجسم. بس هو مش دقيق، والسبب ان هو مش بيفرق ما بين عضلات ولا دهون. نرجع تاني للبي بي اف. والبي بي اف يعني نسبة الدهون. ونسبة الدهون عند الرجال المفروض من 10 ل 15%، ده المفروض النسبة الطبيعية. انما لو هي اكتر من 20%، هنا بقى المشكلة ولازم تخس او تنشف دهونك. اما الرسمه دي بتعرفك توزيع العضلات، وده يفيدك جدا، لان لو انت عندك عضله ضعيفه هتعرف هي ايه، وهتركز عليها اكتر وتديلها الاولويه في التمرين. نيجي للجزء اليمين اللي موجود في ورقه الانبادي. اول مربع بيكون انبادي سكور، وده تقييم عام. كل لما نسبه دهونك قلت وعضلاتك زادت السكور ده يعلى. المربع التاني الويت كنترول. المربع ده مهم عشان بيعرفك ايه اللي هتركز عليه الفتره الجايه، هتقلل دهونك، هتزيد عضل. انما المربع التالت ده مهم جدا، عشان من خلال المربع التالت ده هنعرف سعرات الثبات. هتيجي عند اول خانه البيزك ميتاليك ريت، والرقم اللي هيطلع لك لو انت نشاطك قليل او بتعمل جهد قليل هتضربه في 1.4. لو انت نشاطك متوسط هتضربه في 1.5. طب لو انت نشاطك عالي هتضربه في 1.7، والله يطلع ده سعرات ثباتك. كده عرفتك كل حاجه عن ورقه الانبادي، كمان عرفتك سعرات ثباتك. فكده بقى مش ناقص انك تدعيلي وتعمل فولو عشان تستفيد.